يفد الآلاف من السياح كل عام إلى القدس في رحلة حج مقدسة، مارين بالطريق الذي عبره قبلهم الملايين على مدى أكثر من 2000 عام. طريق الآلام، وبحسب الديانة المسيحية الطريق الذي قطعه المسيح من المحكمة إلى جبل الجلجثة، وقد سمي الطريق بذلك الاسم نسبة إلى الآلام التي عانى منها المسيح كما يصورها الكتاب المقدس. تبدأ رحلة الآلام من باب الأصباط دير راهبات صهيون، ويمتد لمسافة كيلومتر واحد عبر شوارع وأزقة مدينة القدس القديمة، لينتهي عند تل الجلجثة داخل كنيسة القيامة. والطريق مليء بالكنائس القديمة والمزارات الأثرية. ويمتلئ طريق الآلام كذلك بالمحلات التي تشتهر ببيع الهدايا الدينية المسيحية، والتي يقصدها الحجاج للعودة بتذكار لتلك الرحلة العظيمة. وهكذا في كل يوم جمعة عظيمة من كل عام يمتلئ طريق الآلام بمئات من الحجاج الذين جاءوا بحثاً عن مهرب روحي من تعقد الحياة المعاصرة وضغوطها، من خلال توحدهم مع آلام المسيح، متلمسين طريقاً نحو السماء يبدأ من هذا المكان، من القدس. سماهر حجازي، القدس، عاصمة الثقافة العربية.